السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. معاكم ميس لمياء من على قناة لمياء شلتوت. النهاردة هنتكلم في الفيديو ده عن الصف الثاني الابتدائي، سنة تانية ابتدائي. طبعا المنهج الجديد اللي هو منهج كونكت، وبنشتغل منه زي ما انتوا عارفين من كتاب المعاصر. اخدنا يونت 1 كلها، كل الفايف lessons، الخمس دروس اللي كانوا موجودين. والفيديو اللي فات اخدنا في يونت 2 اللي كانت بعنوان ماي بادي، جسمي، خدنا فيها درس الاول بس. النهارده هناخد lesson 2 اللي هو الدرس التاني. كل درس مقسم ل 2 parts، جزئين اتنين. part 1 الجزء الاول، وفي part 2 بعد كده الجزء التاني. النهارده lesson 2 الدرس التاني اللي في الوحدة التانية بعنوان، يلا كده نستهجى. اول حاجة حرف ال W اللي في الاول اللي هي الوه دي مش هنطقها، هنطق من اول الها، فهقول who am I. who am I يعني من اكون. مين انا مين؟ من اكون. زي لعبة عروستي يعني ايه؟ مين بتقولوا، مين بتتكلموا عن مين. هي دي اسمها كده برضو who am I. who am I من اكون، مين انا. والحرف ال W في الاول انا مش هنطقه. عندي اول حاجة الفوكابلري اللي هي الكلمات، عبارة عن ايه؟ المدرسة اسمها school. حرف ال H هنا اللي هو الها ده مش هنطقه، يبقى school في double O school. بنت يعني girl. حرف الجي هنطقه جه، والاي ار اتفقنا اللي هي زي bird، زي كلمة bird، تحسيها كده girl. اليوم يعني ايه كلمة يوم؟ today. محدش يقول today، لا، today. واليوم اللي موجود في النتيجة ده Sunday اللي هو يوم الأحد. today يعني اليوم. ملك يعني king. king. ولد يعني boy. هنا نتكلم عن الملابس. يعني ايه ملابس؟ طيب الملابس زي اللي هي ان انا البس فراشة، ان انا البس قطة، الحاجات اللي هي مش طبيعية دي اسمها ايه بقى؟ استهجى معايا. costume. الايه في الاخر هنطقها لا، costume. حفلة يعني pour. انا اقسمها جزئين، party. نخلي بالنا برضو ان الاي مع الار بعدها ار انطقها مش هنطقها ولا اي، هنطقها يبقى دي ار لكن دي بعد كده في الكلمات لسه عندنا الوظائف اسمها ايه؟ وظيفة يعني job جمعها jobs. الاس هنطقها اس الجمع اللي هي اس البلورال اللي في الاخر هنطقها ز، يبقى jobs الوظائف. عندنا مين في الوظائف؟ عندنا doctor. يلا قسم doctor. الضابط بتاع الشرطة اسمه ايه؟ قسم معايا police. امسح الاي بقى دي كده مش هنطقها. police police officer اللي هو ضابط الشرطة. المهندس المعماري اللي بيبني لنا البيوت وبيخططها لنا اسمه engineer. في الاول خلي ابنك يقسم الكلمة يقولها لك كده، يقولها لك engineer شوية engineer، بعد كده على بعضها engineer مهندس. يبقى اخدنا الكلمات اللي هي فوق، واخدنا الجوبز الوظائف، اخدنا 3 وظائف. تعالوا نشوف بقى الصور والكلمات والجمل اللي بتعلمني ازاي اقرا. البنت دي بتقول شكلها كده ان هي دكتورة، بتقول ايه؟ او I am آية. I am a girl انا بنوتة. Today النهاردة I'm a doctor أنا دكتورة. الولد ده بيقول hello I'm شريف. الاس اتش بنطقها
I'm شريف. I'm a boy. Today I'm an تفتكروا ايه بقى هو ايه النهاردة؟ engineer. تمام كده. دي الجمل اللي اتعلمنا ازاي نقرأ. بعد كده عندنا تمرين للأطفال ان هم يعدوا على الكلمات عشان يحسنوا خطهم بعد كده يوصلوا. البنت دي ايه؟ البنت دي زي بازي بي، فدور على كلمة بازي بي في الجمل. الولد ده ايه؟ police officer. الراجل ده ايه؟ king. دي ايه؟ doctor. اهي كلمة doctor يبقى دي كلها الوظائف. بعد كده عندي في الكلمات هنا عندي عايز يعرفني كلمة his وكلمة her. هي مش قاعدة ولكن يعني قاعدة صغنونة خالص كده. هنا عندي لازم اعرف السؤال بتاع الوحدة اللي هو who am I. اتفقنا ان حرف الW مش هنطقه من اول who am I انا مين، فقالت لها I'm a girl انا بنت. هنا بيسأل who am I أنا مين، قال له I am a boy. ممكن أقول ممكن أقول I am. أمال إيه his و her؟ his حاجة ملكه للولد وهير حاجة ملكها للبنوتة. يعني أنا لو قلت his book كتابه هو، طب لو قلت her book يبقى كتابها هي. his للولد وهير للبنت. الست دي بتقول ايه؟ بتقول I am a doctor انا دكتورة، وده بيقول I am an engineer. تاني كل دي جمل انت بتقريها لاولادك وبتعلمهم من خلالها قرايه. لما احب انا اتكلم عن نفسي لازم اقول I am او I am. لما اتكلم عن نفسي اقول I am. هنا الكلمات اللي هنكتبها درس سهل جدا ما فيهوش اي حاجه خالص. كلمه ولد يعني بوي، كلمه بنت يعني girl، كلمه مهندس يعني engineer، كلمه دكتور يعني doctor، كلمه ملك يعني king، والضابط اسمه police officer. في اي حاجه درس جميل ما فيهوش اي قواعد صعبه. القاعده كانت الصعبه كانت في lesson 1 الدرس اللي قبليه، ارجعوا شوفوا الفيديو. هنا التمارين التوصيل اللي انا هوصله، ترتيب الكلمات، ترتيب الجمل، كل ده حل جميل وكله صور ما فيهوش حاجه خالص. وده كان اول جزء من lesson 2 من الدرس الثاني. اتفقنا ان كل درس ليه جزئين. تاني listen 2 بس ده الجزء part 2 اللي هو الجزء التاني. تعالوا نشوف فيه ايه بقى. اخدنا قبل كده في الدرس الاولاني ان طائر يعني bird، وقلنا IR ننطقها bird. وخدنا earth monkey، وقلنا قسمناها من وكي مفتاح monkey monkey. قطة يعني cat. اسمه فيل يعني elephant. تعالى نستهجاها بقى الي البي اتش ننطقها واخرها كلمة انت نملة، يبقى elephant. معانا هنا الانيمالز كل دول حيوانات. الشيب الخروف ده ماله؟ ايه اللي عنده ده؟ عنده فرو. المونكي بياكل ايه؟ بنانا جمعها بنانز. اس الجمع هنا او اس البلورال بنطقها ز. تاني برضو السؤال بتاع كل مرة who am I انا مين؟ فرد عليه قال له ايه بقى؟ ما نعرفش، احنا هنا هنوصل who am I. الفيل بيقول who am I انا مين؟ راح قايل له I have انا عندي big كبير big head راس كبيرة قوي and وكمان عندي big ears يعني اذن وداني كمان كبيرة. I have انا عندي 4 عنده 4 ايه 4 feet 4 اقدام. يبقى انا هنا عندي الصف ده بيجيب لي رسومات الحيوانات وكل حيوان بيسألك who am I. والصف التاني انت هتقرا وصف كل حيوان وتوصله، وعندك رسمة كمان لكل حيوان. دي رسمة ايه؟ اكيد دي رسمة الشيب الخروف الفرو اهو. ده رسمة الاليفنت الفيل. ده رسمة البيرد الطائر. دي رسمة مين اللي بياكل الموز؟ monkey. يبقى who am I مين انا. ده سؤال النهاردة. نقلب turn the page اللي بالصفحة، عندك كلمات تكتبها elephant فيل bird طائر
بنانا موز، كات قطة، فر الفرو اللي بيكون موجود عند الدوج الكلب، الكات القطة، شيب خروف الحيوانات اللي عندها فر، مونكي قرد. وبعد كده عندي الاكتيفيتي الأنشطة، وصل بقى واعمل دواير وعيش حياتك. وعندي بعد كده lesson 3 بس مش هاخده النهاردة، هسيبه للفيديو جاي ان شاء الله عشان مليان افعال ومليان جمل، ازاي نعمل جمل يعني مليان دسم، فلازم اخليه الفيديو لوحده خالص. اشوفكم بقى الحلقة الجاية او الفيديو الجاي. باي.